أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم معنا النهارده. لقاء جديد بيجمعنا بيكم على الهواء مباشرة من خلال برنامجكم في قلب الحدث. معنا ومعكم الكثير من القضايا والموضوعات الهامة النهارده اللي بنطرحها للنقاش من خلال مداخلات ضيوفنا أو من خلال تقاريرنا اللي بنقدمها لحضراتكم من مختلف محافظات إقليم القناة وسيناء والشرقية، ودائما أنتم على مقربة في قلب الحدث. معنا النهارده في حلقتنا العديد من الموضوعات الهامة النهارده اللي بنطرحها، خاصة بمؤسسة حياة كريمة اللي بتطلق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. أيضا من ضمن الموضوعات رئيس الوزراء بيناقش التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء. أيضا وغيرها من موضوعات خاصة مرتبطة بملتقى التوظيف في محافظات إقليم القناة، في محافظة الإسماعيلية وفي الشرقية، وانطلاق برنامج تدريب مساعدي وزير العدل على المهارات القيادية المتقدمة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، سباق تنشيطي للهجن على مضمار نادي الهجن بالعريش، وغيرها من موضوعات وقضايا. خلونا بنروح مع حضراتكم في أول موضوعاتنا النهاردة من محافظة الشرقية، وانطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي للشباب بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. بناخد تفاصيل أكثر عن هذا الملتقى. بتنضم معنا دكتورة إنعام محمد علي، نائب رئيس اتحاد عمال الشرقية. برحب بيكي يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. وانت طيبه وبخير، ازيك؟ دكتورة إنعام، ادينا تفاصيل بقى عن فعاليات الملتقى التوظيفي للشباب. انا نائب رئيس اتحاد عمال الشرقيه، وكان لازم ان احنا نعمل حاجه تخص المجتمع كله. كل بيت مصري فيه شاب او اثنين او ثلاثه او اكثر ما بيشتغلوش، فهم دلوقتي حاليا كان لازم في الاتحاد نفكر ازاي نقدر نعمل حاجه تمس الشارع كله. اتفقنا مع الشركات بالمبادره مع وحده تيسير الاعمال للتربيه والتعليم، فجابوا لنا حوالي 6 شركات، واحنا بالطبيعي عندنا امانه المراه اشتغلنا فيها، عملنا ميديا صح، عملنا شغل صح، عرفنا كل بيت ان فيه هنا ملتقى توظيف. ملتقى التوظيف طبعا كان حاجه رائعه، العدد كان كبير وكانت معانا شركات حلوه جدا، حتى فيهم شركه صينيه رفعت المرتب لما شافت ان العدد جميل وان الشباب عايزه تشتغل. كانت اول شركه تتعمل في العاشر من رمضان شركه تجميع الموبايلات، دي شركه صينيه وهي جايه لتجميع الموبايلات، فطبعا كان لازم الشباب يزحموا عليها. وكان عندنا الشركه السويسريه اللي بتصدر، وكان عندنا شركه امن، وكان عندنا شركه اندومي، كان عندنا شركات حلوه جدا، والملتقى كان ناجح قوي 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 الصراحه. والنهارده في ناس عملوا مقابلات شخصيه، وبكره انا مسافره مع الشباب اللي مضوا في الشركه السويسريه للملابس دي بتصدر، بس رايحه معاهم بكره عشان اشوف المقابلات، عشان اشوف الاتفاقات، عشان نتابع ما بعد الاتفاق. الملتقى كان رائع، واحنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله كل شهرين. في ناس النهارده اتصلوا عليا قالوا لي احنا اول مره نعرف، احنا شفنا على النت. فطبعا يعني اتمنى ان الموضوع ده يكون في جميع المحافظات، على اساس ان فعلا هي دي مصر الجديده، مفيش توظيف، مفيش شغل حكومه، لا في عمل، في جديه. طبعا يعني بغض النظر عن اسماء الشركات او المصانع اللي حضرتك ذكرتيها، لكن انا شايفه ان كان بالفعل في عدد كبير جدا من القطاع الخاص بالعاشر من رمضان وبدر كانوا حريصين كل الحرص على توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب من مختلف المؤهلات العليا يعني. فياريت تدينا تفاصيل بقى عن توفير فرص عمل الشباب. هل في شروط معينه طالبينها؟ هل في هيتم التدريب؟ يعني عايزين نتكلم على المعايير المطلوبه. انا طبعا نظمتهم ازاي. في شركات عايزه دبلومات، وفي شركات عايزه مؤهلات، وفي شركات عايزه انسات بس او بنات بس. فاحنا طبيعي جدا كنا عاملين فريق عمل. الشركه اللي عايزه بنات كانت البنات بتدخل عليها، والشركه اللي عايزه دبلومات كانت بنبقى مالين الابلكيشن، واحنا كنا عاملين موقع على النت، فكنا مصنفين الولاد اللي هيسجل، فعارفين جاي لنا قد ايه للدبلومات وقد ايه مؤهلات عليا. غير علاقاتنا بقى، علاقاتنا جابت عدد كبير جدا ما توقعناهوش. عملنا يوصل في الشوارع، عملنا ورق
يعني عارفة قد ايه يا حضرتك دكتورة انعام النهارده من الشباب من الجنسين اللي جم محتاجين فرص عمل؟ قد ايه نقول قد ايه مثلا في اول يوم كده؟ كان حوالي 500 شاب وشابه. مم. وطبعا احنا لاننا مرأة الاتحاد ما كانش واثق ان احنا هنقدر نعمل العدد ده، وممكن اكتر كمان. يعني انا لسه ما حضرتش الاعداد، مم. لكن حضرتك التلفزيون بس صور اكيد وشاف بس الاعداد. احنا زايعين قدامنا، بس اكيد حضرتك في تسجيل يعني للاسماء انا اللي بصراحه داخله. ما اه لحقتش اعرف، لان انت عارفه الوقت. بس انا واضح النهارده ان في العدد القاهره. كبير يعني. العدد كبير جدا. انا في القاهره النهارده ما لحقتش احصر هو كان الاعداد. على مدار قد ايه، يوم مثل واحد ولا كان يوم. كان يوم كان واحد؟ يوم. اه. فاحنا ان شاء الله اتفقنا مع رئيس الاتحاد ومع القيادات اللي كانت موجوده وقيادات المحافظه. بس انا من خلالك عايزه اطلب اتفضل. مبادره اتمنى انها تتم. ان احنا مثلا في كل محافظه نعمل حاجه اسمها مؤسسه الاكشاف لزواج الشباب. اتمنى مؤسسة ايه تاني يا دكتورة؟ مؤسسه مؤسسه اكشاف لزواج الشباب. المؤسسه دي هتبقى مؤسسه باسهم. ان شاء الله كل واحد فينا، يعني احنا في محافظه الشرقيه عددنا حوالي 9 مليون. لو كل واحد دفع 10 جنيه هنشيل رقم، وده كذلك على كل المحافظات. نشغل الشباب فيها وندي الشباب عشان يتجوزوا الخشب باجر رمزي. على اساس ان احنا نعمل مبادره للزواج كمان للشباب. ما يكونش الماده هي اللي كفايه حالات الطلاق اللي موجوده. اتمنى تبقى المبادره دي من فعلا خلال الاسعار بقت مرتفعه وبقى عائق بالنسبه لزواج الشباب. هو موضوع يعني الاساس يعني. المبادره دي حضرتك تطلقيها وتبقى عن طريق القناه. والله ممكن يشتغل فيها الشباب اللي بيعرفوا في المهنه دي او في النجاره في الاساس. هتبقى مصنع كبير. هيبقى فيه جريدين وهيبقى فيه فنيين وهنقدر نستمد منه. وهنرجع لزمان، هنرجع للاخشاب بتاعتنا مش الخشب الجاهز. يعني عارفه حضرتك هنفتح ابواب رزق لناس كتيره جدا. اتمنى من خلال القناه المبادره دي تنشر وتبقى حاجه قويه. طيب يعني حضرتك من خلال الملتقى ده تم منح فرص قد ايه للشباب؟ الفرص بقى العمل كانت قد ايه؟ حضرتك في مصنع كان اللي اكيد يعني بدون برضو اسماء. بص حضرتك في مصنع منهم كان طالب 1000 ما شاء الله. كان طالب 1000 فرصة عمل. وكان في مصنع منهم طالب 700. يعني عارفة حضرتك أنا لو عملت المبادرة دي كمان شهرين هشغل كتير فيها. فإن شاء الله نعملها بقى بتوسع. بدل ما احنا جبنا 6 مصانع نجيب 20 مصنع. والمصانع دي هتبقى كلها محتاجة أيدي عاملة. أشكرك جدا دكتورة إنعام محمد علي، نائب رئيس اتحاد عمال الشرقية، وكنا بنتكلم عن ملتقى الشباب بمحافظة الشرقية، وكان حديثنا عن توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل. وزي ما قالت يمكن تقريبا أكثر من 300 شاب وشابة من طبعا الجنسين كانوا محتاجين فرص عمل من المؤهلات العليا والمتوسطة، والفرص العمل متوفرة من القطاع الخاص بالعاشر من رمضان وبدر. خلونا بننتقل بحضراتكم من محافظة الشرقية إلى محافظة بورسعيد.